السلام الخوت، مبروك والف مبروك للمنتخب المغربي الفوز بكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة. صراحةً أنا شخصيًا ما كنتش كنتوقع أن المنتخب المغربي غادي يفوز على المنتخب المصري. لأنه صراحةً المنتخب المصري هو واحد الفريق اللي قوي بزاف، وواحد الفريق اللي شرس. والمنتخب المغربي صراحة بان عندنا بعض العيوب خاصةً في الحارس وفي الدفاع. ولكن الحمد لله أننا انتصرنا وخدينا كأس إفريقيا على الأقل من 23 عام. ولكن المشكلة اللي كاينة في واحد الشعبين هادو بجوج، صراحةً هو الشعب المصري والشعب الجزائري. راه ملي خسر دابا المنتخب المصري كنقرا في التعليقات وكنشوف في الفيديوهات كيقولوا راه أشنو سبب الخسارة هو التحكيم المنحاز إلى المغرب. المغرب راه نظمات كأس إفريقيا على أرضها، راه داك الشي باش أنها كتفوز. حنا نظمنا أوكي كأس العالم للأندية وسميتو داك، وفريق الأهلي المصري غلب الوداد، فاز على الوداد عادي. بالرغم أننا نظمنا في الأرض ديالنا، ولكن الأهلي المصري فاز على الوداد عادي. علاش ملي دابا حنا المغرب كنفوزوا في شي مباراة كتقولوا والقجع أنتم متحكمين في الاتحاد، الإخوة الجزائريين تا هما كيتدخلوا كنشوف في التعليقات، وما عرفت مدايرين السحور وشارين الكاف وما عرفتش مدايرين والرشوة. ما فهمتش أنا سبحان الله العقلية ديال هاد الشعبين بجوج. أنا صراحةً شخصيًا ما بغيتش تفهم ليا، صافي ربحتي، ربحتي، خسرتي، خسرتي. علاش ديما كنبقاو حنا أي مباراة خسرنا فيها وأي حاجة وقعت لينا راه السحور، راه هادا، راه الكاف، راه ما عرفت شنو. واحد العقلية صراحة مريضة، مريضة، مريضة. عمومًا الخوت، القافلة تمشي والكلاب تنبح، وتبارك الله عليكم، وصراحة حمرتونا وجهنا، وهذا الشيء صراحة مزيان. وكنتمنى من المنتخب المغربي أوكي للكبار أنهم تا هما يجمعوا راسهم وتا هما يجيبوا لنا كأس إفريقيا. واخا أنا آخر المباريات شفت المنتخب الأول شفتوه بحال ما بقاش باغي يلعب، منتخب ولا عيان، ما فهمتش أنا صراحة اش واقع ليه. ولكن إن شاء الله كنتمناو خير، وكنتمناو من الركراكي أنه يجيب مواهب شابة، مواهب اللي بانت في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، يجيب هادو المواهب ويستغلهم، وإن شاء الله نمشيو بهم لقدام. يلا الخوت، مبروك عليهم مرة تانية. وإن شاء الله ما تبقاش الخوت تردوا في الكومنتير على المصريين وعلى الجزائريين وهادو، ما تدوش عليهم. أوكي، يلا تشاو.